مع الأسف الأهلي بيخسر 1-0 من الترجي في رادس. لأول مرة الأهلي بيخسر من 2017. النتيجة يعني صعبة، بتأزم الأمور في العودة. كمان هنلعب العودة من غير جمهور. الصراحة أنا مش متوقع إن هنقدر نكسب في العودة ولا لأ. دي أسوأ نسخ ترجي. معانا مدرب سباك، اللعيبة ما كانش عندها الحمية والشكل والدفاع، ويعني والدفاع عن مستميت. تريزيجيه مكانش ظاهر أوي غير في الشوط الأول شوية، عمل الشوط اللي هي ار2 دي حارس صدها. مش عارف أقول إيه. شكلنا كده هنطلع بموسم صفري. أنا عايز أقولك على كذا، يعني عايز أسألك كذا سؤال. إيه لازم زيزو في الملعب؟ إيه دور زيزو في الملعب؟ أنا مش عارف هو بيلعب تمانية ولا بيلعب جناح ولا بيلعب يمين ولا بيلعب شمال. وليه محمد عابر لما جه تاني ماتش على الطريقة ما بيلعبش في ظل تراجع مستوى إمام عاشور؟ وطاهر، ايه لازم الطاهر ينزل قبل حسين الشحات؟ وليه حسين الشحات ينزل كل مرة في آخر دقيقتين، آخر 3 دقايق؟ نزل في الدقيقة 88 والماتش فات بالدقيقة 86. انت مدرب ولا سباك؟ يعني انت متأخر في النتيجة من الدقيقة 74. ليه تعمل تغييرين بس؟ يعني ما تعملش 3 4 تغييرات مع بعض. يعني انت هناك الترجي متأخر بالنتيجة، او كان 0-0 وعاوز يكسب على ارضه. عمل 3 تغييرات ما بين الشوطين، غيروا له مجرى المباراة خالص. كان بعد ما كان الأهلي مستحوذ في الشوط الأول، عرفوا يستحوذوا في الشوط التاني، وعرفوا يجيبوا جون، وعرفوا يعني يمسكوا زمام الأمور. أنت إيه بقى؟ أنت إيه يا عم تروب أنت؟ أنا عارف أنت خلاص في أيامك الأخيرة. أنت لو قرفان مننا يا عم امشي، يا عم أنت لو قرفان مننا امشي. إيه القرف اللي أنت بتعمله ده؟ إيه اللي بيميز طاهر؟ بيعرف يشوط؟ لأ. بيعرف يدافع؟ لأ. بيعرف يهاجم؟ لأ. وبرضه لعبتني، وليه مروان عثمان ينزل هو أول تغيير؟ عيل لسه صغير، لسه جايبينه من سيراميكا، ما عندوش خبرات الأفريقية، ما لعبش قبل كده في الترجي مع الجماهير دي. ليه حسين شحات مبقاش أول تغييرة؟ ليه ما نزلت طاهر ونزلت مروان عطية، ما نزلتش معاهم حسين الشحات وتعمل 3 تغييرات مع بعض وأخرت التغيير؟ أنا مش عارف، لا الله. مش عارف هنعرف نرجع في العودة ولا لأ. هارد لك يا أهلاوية. وازاي اللقطة دي تحسب ضربة جزاء؟ يعني هو هاني بينط غصب ايديه، غصب عنه ايديه لمس الكورة. اه يا دي كان ملك فيها، بس هو طاير في الهوا، مش هيقدر يتحكم في نفسه. هي فيها وعليها برضه، ممكن تتحسب او ممكن لا، بس هو الحكم برضه في الاخر جاي يعني عشان عارف ان الاعتراضات، جاي يمسك البطاقات الحمراء عشان اي حد كان يظهر له الكارت الاحمر. انت هتخوفنا ولا هتهددنا؟ عشان عارف ان هو ممكن يبقى غلط عشان حسب ضربة الجزاء، عشان هي ظلم. كان بن شرقي ليه ضربة جزاء في الشوط الأول، لما الواد مسك كورة كان وقع، كانت تحسب ضربة جزاء.